زي ما قلنا ان المتوكل حاول يقرب الجاحظ منه وطلب منه يكتب كتاب عن فضائل الاتراك، لانه وقتها جيشه كان مليان منهم. الجاحظ كتب الكتاب فعلا، لكن اسلوبه الساخر خلى الناس تقول هو بيمدحهم ولا بيهزر. الجاحظ ما كانش بيعرف يكتب كتاب من غير ما يحط لمسته الفنيه والضحك المبطن. كان بيقول في الكتاب: وللترك من الجراءة والاقدام ما ليس لغيرهم. عيال جدعان ما بيخافوش، يقتحمون المهالك ولا يعرفون الفرار، بيخشوا في قلب العركه وما بيجلوش، غير ان فيهم من الطيشه والعجله ما يوقعهم فيما لا يحمدوا. عندهم بس شويه عبط كده ممكن يوقعهم في مشاكل كبيره. الاقتباس ده بيورينا ازاي الجاحظ كان بيجمع بين المدح والنقد والسخريه في نفس الوقت، يخلي القارئ مش عارف طب افرح ولا انت بتقفي عليا. عندك موقف تاني مع المتوكل، قرر انه يدي للجاحظ مهمه كبيره جدا، انه يربي ويعلم اولاده. الجاحظ كان جريء جدا وقال للخليفه: انا مش هقدر وعندي سبب. قال له انه بيخاف يعلم اولاده من الادب او العلم حاجه ما تعجبوش فيدفع الثمن غالي. كان بيقول: لو علمتهم ما ينفعهم خفت ان يسخط ذلك الخليفه، ولو علمتهم ما يوافقه اللي يعجبك انت خفت ان يسخط الله عليه. من المواقف دي ان وزير حاول يستظرف معاه، فقال له: يا جاحظ انت لسانك حلو ودماغك حلوه بس شكلك مش قد كده. رد عليه الجاحظ بسرعه قال له: اما انت فحسن صورتك ستر قبيح باطنك، شكلك الحلو ده مخبي بلاوي جوه، واما انا فقبيح ظاهري ستر جميل باطني. الكلمه دي قلبت المجلس كله ضحك، وبينت ان الجاحظ ما كانش بيتكسف من شكله، بالعكس كان بيحول له سلاح.